ايوه بقى. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أيوة بقى. الضيف اللي معانا النهاردة هو دكتور بمعنى الكلمة، دكتور في التويتات ودكتور في الجري والفلسعة. أنا مش هطول عليكم كتير عشان هو رخم ورزل وقاعد قدامي وأنا مش طايقة سحنة أمه. معانا النهاردة الدكتور البرادعي. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا منى. أنا ما اسميش منى، روح أمك، أنا اسمي سما. ما هو انا بصفتي كنت مدير الطاقه المنويه، فبحب اقول منى. تخيل. انت منى، وكل أنا الناس بتحب توصل طاقة للسماء، منوية. فالمنى يوصل للسماء. اوكي. طيب يا دكتور، احنا اول سؤال عايزين نساله لك النهارده اللي الجمهور كتير بيسالوا ليك، انت ليه اتنيلت على عين اهلك وسافرت بره مصر؟ الحقيقه انا بحب اصيف في جنيف، عشان هناك التلج بيعمل معايا سيكولوجيه في انت عارفه بخلع. طيب انت كنت قبل 25 برضو خالع وبتصيف في السيكولوجيه بتاعت اهلك دي، انت ليه رجعت اصلا؟ يعني ما كنت تفضل قاعد هناك. شوفي يا سما. الحقيقه ان انا حبيت الم العيال الصغيره، انا بحب انت العيال. ليك في العيال الصغيره. انا دماغي معاهم. اوكي. ودايما بتوتر ايوه ليهم. تطوطر. اه تطوطر وبعد دي جامد، توتره ولا الطيطره؟ كتر الف خيرك ان انت بتوضحي للشباب احنا بنعمل ايه، علشان التوتره دي والهاشتاج هي دي اللي عملت 25 يناير. اه يا نايم قصدك. ما هو 25 كان نايم. يناير. يا نايمه من ساعه ما 25 يناير ومصر نايمه ما بتقومش. ما علينا، قول لي بقى، هو في ناس كده يعني بتسافر وترجع تعمل زي الفراخ، تدخل حياتنا تبيض وتمشي؟ ايوه بقى. ماشي. قول لي بقى، انت كان ليك تصريح شهير ان انت قلت ان الفريق السيسي لو ترشح للرئاسه ان انت هتعتزل الحياه السياسيه. دي حقيقة، لأن كسر حقك. إحساس الواحد بالظلم يخليه أبو تريكة مش أحسن مني، هو اعتزل أنا هعتزل. ابو تريك، اه انت فاكر نفسك لعيب يعني؟ أنا اللي لعبت في دماغ الناس والشباب. انت فاكر ان انت لما تقول لنا كده انت هتعتزل الحياه السياسيه ومن احنا نزعل بقى، صح؟ ده في شباب انت ليك بيبقوا. في الشباب والعيال. أنا أموت في العيال. اه انت بيقولوا ان انت ابن الثوره. الحقيقة الثورة دي أمي. امك او الاخوان ركبوها، ركبوا الثوره. الحقيقة أنا ما أقدرش أتبرأ من أمي، ايوه. بس أنا اتعلمت منهم النط. يعني مش فاهمه. ما هم نطوا على الثورة، وانا بنط بره مع اي مشكلة. اه طب بيقول لك في ناس كتير قوي بقت تلعب في ضمير الثوره، انت ازاي تسمح لحد يلعب في ضمير الثوره؟ ما فيش. الحقيقة ان هم اربع صوابع بس اللي لعبوا، والخامس في ايدي. الخامس في ايدك، لسه موجود الخامس ولا؟ الحقيقة بعد 30/6 مش موجود في ايدي. اه انت بيبقى لك كده احيانا تطلع في حاجات كده معينه، يعني مثلا ما خالد داوود اتضرب انت طلعت كتبت له تويته، لما باسم يوسف حصل ليه مشكله مع السي بي سي انت طلعت برضو كتبت تويته، بالنسبه لمريم بقى في كنيسه الوراق انت فين؟ اما وبالنسبه للجنود اللي بيموتوا في رفح ما هو فين بروح اهلك انت؟ احنا كثوريين، معروف عننا ان احنا معرضين دايما للضرب معرضين، معرضين قوي. والشتايم. اه فدول اصحابي اللي بتضرب، انا اتضربت بالجزمه. مبسوط انت عشان ضربت بالجزمه؟ بوش اتضرب بالجزمه، البلد اه اتضرب بالجزمه، ما فيش حد اتضرب غيرنا. نيلسون مانديلا بيقولوا ان انت نعيت وقال قلت الانسانيه فقدت ابنها الاكبر. لان انا ابنها الاصغر، ابنها الاكبر. فنيلسون الكبير وانا لا انت الصغير. ابنها الاقرع مش ابنها الاصغر. ما هو الشعر ان ما كانش عزيز ما كانش طلع اه للبيس. عزيز البيس.